السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده جايين فرخه كده هعملها معاكم واوريكم اعمل الطريقه ازاي. وهعمل شويه رز اصفر واعمل صينيه بطاطس، بس الصينيه بس مش هصورها، هعملها كده يعني واوريكم انا هعمل الرز الاصفر ازاي والفرخه بتاعتنا. يا رب تعجبكم. يلا بينا نشوف الطريقه ازاي. النهارده يا حبايبي معايا فرخه اهيت هنعملها كده مع بعض. هعملها في الفرن. اي حبايبي بقى هنعملها كده في الفرن. انا معايا قطايه ومعايا بصلايه ومعايا قرنين فلفل ومعايا ورقتين لورا، وعندي كلته كده هنحطه في الخلاط ونضربه على بعضه، وبعدين نعمل بيه الفرخه عشان نعملها بقى في الفرن. اي حبايبي حطينا كده الحاجه بتاعتنا في الخلاط، ومعانا كمون ومعانا فلفل اسود ومعانا بهارات ومعانا ملح، هنحطها بقى كده عليها، ومعانا شعره قرفه وشعره جنزبيل، يعني معلقه صغيره قرفه ومعلقه صغيره جنزبيل. اهي يا حبيبي الفرخه بتاعتنا طبعا غسلينها بقى ومنضفينها كده اهي، ونقعينها بميه بملح بليمون. نحط بقى عليها الخلطه بتاعتنا. نسقيها بقى من الخلطه، ونحط كده ما بين وراكها من الخلطه، ونسيبها بقى ساعتين 3. عايزه تعمليها من بالليل وتعمليها الصبح براحتك، مستعجله وعايزه تعمليها سيبيها نص ساعه كده ولا حاجه في التتبيله بتاعتها. نسيبها بقى على ما اخلص وبعدين ارجع لكم عشان نعملها. اي حبيبي بقى نحطها كده في الصينيه ونحطها في الفرن. هي اتشربت من التتبيله بتاعتنا اهي. هنحط التتبيله دي عليها كده برضو جنبها كده في قلب الفرن في الصينيه. هنحطها بقى في الفرن ونسيبها كده ايه مع بعضها تستوي مع بعضها. هنولع من تحت وما تستوي من تحت نقلبها، وبعدين نحمرها بقى من فوق على تحت الشوايه. نعمل النهارده شويه رز يا حبايبي. احنا حطينا الزيت بتاعنا سخن اهو. الزيت بتاعنا سخن اهو. هنحط عليه الرز. احنا هنعمله وهنعمل شويه رز اصفر. وهنحط معانا واحده تومي كده وورقتين لورا، وهنحط شعرة قرفة صغيرة عشان بس الطعم كده بس، وهنحط الملح بتاعنا. ونقلبه بقى كده، نشوحه كده في السمنة او الزيت. المادة الدهنية بقى حسب ما انت حابة، يعني تحطي بقى بتعملوا رز بسمنة، بتعملوه بزيت، بتعملوه بزبدة، حسب ما انت عايز. نقلبه كده بس يتشرب كده. وهنحط معلقة كركم. احنا قلنا هنعمل شوية رز اصفر مع الفرخة بتاعتنا كده نشرب كده بقى من السمنة بتاعتنا ولا الزيت اللي احنا حطيناه. هنجيب بقى مية سخنة ونزودها. زودناه هو بقى، نسيبه بقى يغلي. نغطي الحله كده بقى، وما يغلي نوطي عليه ونسيبه ينشف زي الرز العادي بالظبط. بس كده. اهي يا حبايبي الفرخه طلعناها هي لسه سخنه، لسه مطلعينها من الفرن اهي. قولوا بقى ايه رايكم فيها. وده الرز اللي احنا عملناه مع بعضنا اهوت، الرز الاصفر. هنغرب بقى. وعملنا برضو صينيه بطاطس كده، بس ما صورتهاش، برضو هجيبها دلوقتي.
الرز جميل ومفلفل خالص اهو. نشيل بقى الفرخه نحطها عليه. ادي صينيه رز عملتها، دي صينيه الرز عملناها برضو كده اهي، بس مصورتهاش اهي. الحتت اللي على الوش ديت كان عندي صدر فرخه، قطعته حتت كده وحطيته على وش البطاطس اهو. يا حبيبي يا رب بقى الاكل بتاعنا النهارده يعجبكم، ايه رايكم فيه؟ اه يا حبايبي بقى، يا رب الاكل بتاعنا النهارده يعجبكم. متنسونوش بقى باللايك والشير واشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.